2000 في ارقام كتير ان هي اتدفعت زي كانها يعني اعانات في 38 مليون في السنتين اللي فاتوا اتصرفوا، مفيش حاجه واضحه بيها. ده رقم واضح وظاهر في الميزانيه اللي هو المليون جنيه ان هو طلع لاسر الشهداء. ده اللي النادي الاهلي دفعه، وده اللي كمان المهم ان الناس كلها تعرفه، لان هو بيقال ان النادي الاهلي دفع لكل اسره شهيد 100,000 جنيه. هو ما دفعش لكل اسره شهيد 100,000 جنيه، لان الكلام هو دفع مليون جنيه. النادي الاهلي دفع مليون جنيه، فتح بيهم حساب اللي هو سماه 1/2/2012. بس ده اللي النادي الاهلي دفعه. النادي الاهلي احنا ما بنتكلمش بقى في كلام مادي خالص، ويا ريت نبعد عنه تماما. النادي الاهلي كرم الاولاد اللي ماتوا، سواء اللي هم بيشجعوا النادي من بره النادي اللي هم الالتراس، او حتى زي ابني مثلا ان هو حتى عضو في النادي. ايه التكريم اللي تم؟ انا عايز اعرف، او اي مسؤول جوه النادي الاهلي يقول ما هو التكريم اللي تم ليهم. كان في طلبات اتطلبت من النادي الاهلي ان هو يعمل يافطه على السور بتاع النادي الاهلي عشان تفضل ذكرى اللي بعد 10 سنين اللي ما يعرفش اللي حصل في المجزره يعرف النهارده ان كان في مجزره حصلت، وان في ولاد ماتوا في مسابقه محليه بين فريقين من جوه جمهوريه مصر العربيه، وان الحادثه دي كارثه بكل المقاييس. وكل اللي احنا بنتمناه ان هي ما تتعادش تاني، وكل اللي احنا بنطلبه ان احنا بنقول ان الدوري العام ما يرجعش، لان المسابقه دي هي مسابقه محليه واحنا نقدر نتحكم فيها. حصل فيها كارثه، يبقى نشوف سبب الكارثه ايه. يعني هل في الاجتماع تطرقتم الى عوده استئناف الدوري العام؟ محدش اداك فرصه انك تتكلم، قال لك احنا هنتكلم بعد الجمعيه العموميه. لان هو، وانا اسف ان انا اقول كده لان هم اعضاء زيهم، انما دي ناس هتيفه جايه تقول للنادي الاهلي. انا مش جاي، انا مش في مكان ان انا اشجع فيه النادي الاهلي، مش في مكان ان انا ادخل اقعد اقول اهلي. يعني بيتهيألي موضوع غريب جدا ان انا اجي اقعد اهتف باسم النادي الاهلي جوه الجمعيه العموميه. اكيد انا عضو في النادي الاهلي، واكيد كلنا اهلاويه، واكيد كلنا عندنا انتماء ليه، انما ما ينفعش ان تبقى في ناس هتيفه للدرجه دي. هي لان احنا لا احنا في انتخابات ولا احنا في موقف مستحمل ان احنا نقعد نهتف للنادي الاهلي النهارده، وفي حق اولاد لسه ما جاش، والنادي الاهلي المفروض يكون مازال حزين بما فيهم اعضائه. الكلام ده لان هو ما اداناش فرصه ان احنا نتكلم. شكرا. تعرف على حضرتك؟ دكتور صالح فرج والد الشهيد مهاب. يعني اسال حضرتك دكتور صالح، انت كنت حاضر الاجتماع طبعا، ماذا تم في الاجتماع؟ ما فيش حاجه تمت بالنسبه لنا، كان كل هدفهم مناقشه الميزانيه. قلنا ماشي خلصوا الميزانيه ونتكلم، قال لك لا لما تنتهي الجمعيه العموميه خالص، يعني كل الاعضاء مشوا. خدت بال حضرتك؟ وقضيتنا ماتت. احنا لينا مطالب. احنا الطالب اللي حضرتك بتطالب بيه احنا بنقول القضاء على عيننا وراسنا، القضاء المصري ما بنشكش فيه، خلي قضيتنا ماشيه في القضاء، لكن لينا مطالب ثانيه. الا وهي اجتمع بينا الكابتن حسن حمدي قبل كده وقال يا جماعه عشان خاطري بطوله افريقيا تتلعب، لان ما اتلعبتش النادي الاهلي هيبقى براها لمده 4 سنين. قلنا ماشي، قلنا له بس بشرط ما فيش بطولات محليه تتم، رغم من انفنا ورغم من الف الالتراس اللي هم اصحاب ولادنا، اللي شافوا ولادنا ماتوا في المدرجات معاهم، شافوا ولادنا، شافوا جثث ولادنا ولقانوا الشهاده لاولادنا. خدت بال حضرتك؟ مصممين بالرغم من كده ان هم لعبوا ماتش السوبر، لعبوا ماتش السوبر رغم من انفنا وانف ولادنا، وبيفكروا دلوقتي يلعبوا الدوري. هم تحدثوا في حينها انه لا يمكن الضغط على الدوله وعلى هيبه الدوله وعلى مؤسسات الدوله. هيبه الدوله عمرها ما كانت بدوري يرجع، ولا كانت طب ما كان فين هيبه الدوله لما 74 واحد ماتوا؟ كان فين الامن اللي موت ولادنا؟ يعني دلوقتي ماتش ملوش اي لازمه ورحنا خسرناه وودوا ولادنا وهم يعلموا. يعني انا بتهم حسن حمدي على الهوا، هو اللي دور في موت ولادنا، لان هو عارف ان في انفلات امن في البلد، وعارف ان الاتوبيسات اللي جايه تاخدهم ما جاتش، خلاهم يركبوا القطر ويروحوا، وبالتاكيد بيتفرج على الماتش. كان المفروض شاف في مشاغبات، في حاجه كان يتصل بالحكم، اتصل باتحاد الكوره قال لهم وقفوا الماتش ده لان في ارواح هتروح، لكن هو ما سالش. جه اتحاد الكوره اللي هو تسبب في موت ولادنا ما اتحكمش لغايه دلوقتي، واتحاد الكوره اللي هو بعد كده مسك قضيه نادي بورسعيد النادي المصري. اتحاد الكوره ده تواطأ هاني ابو ريده الصديق الشخصي لحسن حمدي، تواطأ هاني ابو ريده لان في بيزنس بينهم، تواطأ وبعت
وبعت للمحكمه الرياضيه. يعني حضرتك كنت اشرت في كلامك ان القضيه الان في يد القضاء، ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ الرياضيه دلوقتي اذا تلعب دوري ولادنا ماتت ولسه دمها ما بريش، ولو لعبت دوري مش متوقع ان الشباب ده هيموت؟ الشباب ده كله هيموت حتى لو من غير جمهور، حتى لو من غير جمهور في شباب هيموت، فما فيش داعي بقى لا دوري. شكرا لحضرتك يا دكتور. يعني اتعرف عليك؟ عصام السيد، خالد الشهيد، كريم احمد عبد الله. يعني اسالك تواجدك النهارده خارج النادي مع اعضاء رابطه الالتراس امام نادي الاهلي اثناء انعقاد الجمعيه العموميه. هو انا يمكن زي ما قلت لحضرتك برضو قبل التصوير ان الجمعيه العموميه معموله للنادي، مفيش مطلب للشهداء. المفروض الجمعيه العموميه دي معموله عشان الشهداء، معموله عشان النادي، معموله عشان كل حاجه. مفيش ولا حتى مطلب واحد للشهداء. يمكن زي ما الدكتور صالح قال والدكتور والباشمهندس علي ان هم كانوا جوه، مفيش اي حاجه مطالب الشهداء. طب انتوا عاملين جمعيه عموميه على اساس ايه؟ وانا دلوقتي احنا هنا وقفتنا كان السلميه. المطالب حضرتك طلبت بتقول ليك مطالب للشهداء او اهالي الشهداء، ايه المطالب اللي حضرتك بتقول عليها؟ مطالب اهل الشهداء، مطالب اهل الشهداء واحد، استقاله مجلس اداره النادي الاهلي لانه مش عامل اي حاجه لاي شهداء ولا لاهاليهم، ولا حتى الالتراس اللي كان بيقول ان هو كان من غير الاهلي، الالتراس من غير الاهلي ولا حاجه، والاهلي من غير الالتراس ولا حاجه. اشمعنى دلوقتي ان هم بلطجيه؟ المطلب الثاني المفروض ان هو دار الافتاء طلعت ان هم شهداء ثوره والقرار ما اتمضاش لحد دلوقتي. ليه؟ هو بيلعب بينا العامل فوق بيلعب بينا ولا مين اللي بيلعب بينا؟ ولا القرار في ايد مين؟ ولا في ايد مرسي ولا في ايد العامل فاروق ولا في ايد مين بالظبط؟ يعني حاجه البقاء لله اولا. يعني اتعرف على حضرتك. انا والدة الشهيد عمرو احمد محمد عطا من محافظة المنيا مركز بلاوي من جنوب الصعيد. بقول للوزير الداخلية وحسن اهلي ان حسن حمدي والاتحاد الكورة دم ابني مش هسيبه، مش هسيب دم ابني الوحيد، وهاخده من حسن حمدي ومن لعيبة ومن الكبير والصغير في النادي الاهلي ومن اتحاد الكورة اللي راح واللي قاعد. وبقول له يا عمرو فاروق انت طلعت كذاب. يعني حضرتك القضيه ما الان تسواش عندنا. عارفين والله، يعني انا مقدر شعور حضرتك، بس القضيه دلوقتي في يد القضاء وهم يقولون انك ممكن نتكلم مع حضرتك، ممكن اتكلم معاك. يعني هم يقولون انهم يجب اتباع القضاء واليات الدوله حتى لا كويس لغايه دلوقتي. لا بس القضاء كويس لغايه دلوقتي ما قلناش عليه حاجه، بس هم حقنا هناخده منهم. يعني ايه المطالب اللي حضرتك بترفعها النهارده؟ هاخد حق ابني من النادي الاهلي ومن اللعيبه، وبقول له اجدع شلف في النادي الاهلي الصعيده ما بيسيبوش ضرب ولا اتحاد الكوره، وعارفين وعارف وزير الداخليه وعارف محمد مرسي اللي اتمسك لغايه اما اتمكن كان بيحب على ايدينا وعلى رجلينا عشان ننزل ننتخب. انا بقول لهم الشهيد عمرو احمد محمد عطا شايفه ان في تاثير في حق الشهداء؟ طبعا، من الصغير للكبير في الدوله، وبكره يجربوا حرقه قلب الضنا يتحرق قلبهم. وبقول له محمد مرسي اله ادوك حرقه الضنا عشان تعرف يعني ايه ام فقدت ابنها الوحيد ومش خايفه. مقدرين شعورك يا حاج. واللي عايز تعمله انا ما بفهمنيش. يصبرك. يعني اتعرف عليكي؟ انا والدة الشهيد خالد عمر. يعني اسال حضرتك وجودك امام النادي الاهلي في اثناء انعقاد الجمعيه العموميه. عايزه حق ابني، دم قصاد دم. القصاص، فين القصاص؟ هم الشباب اللي مرميه، الشباب دي اللي نفذت. طب مين اللي سهل لها؟ انا عن نفسي اتصلت بابني قبل ما يموت بنص ساعه، قلت له اهرب في مؤامره عليكم. كلنا كنا شايفينها، الصغير والكبير كان شايفها. كلنا امهات وابهات اتصلوا بعيالهم قالوا لهم ابعدوا عن المكان اللي انتوا فيه. عيال ابني رد عليا قال لي ما تقلقيش هم هيحمونا واحنا خارجين. هم حموهم قدام العالم كلها، الصغير قبل الكبير. الامن نفسه وسع للشباب عشان تروح تضرب وترزع وتخبط. طب القصاص يكون عن طريق القضاء ولا عن اي طريق؟ عن طريق القضاء وعن طريق الحكومه. القضاء احنا مش شاكين فيه. فين؟ انا عايزه افهم المسؤولين اللي كانوا موجودين. فلوس ايه؟ انا مش عايزه فلوس. كل ما يقولوا حق الشهداء خدوا 100,000 خدوا 50 في 50، ايه الفلوس دي اللي بيقولوا عليها؟ شيك ب 8030. فلوس ايه؟ يعني الحاجه انوار، يعني ارجع لحضرتك تاني. حضرتك الشيك ده ادفعوا هقرا لحضرتك. واداره النادي الاهلي ادفعوا بموجب هذا الشيك للسيده نوال السيد انوار السيد عيد جلال مبلغ قدره 8,000 و3 ده مقابل ايه حضرتك؟ قدر لحسن حمدي واداره النادي الاهلي اللي بيقولوا في الاعلام اديناهم. انا اقول له اهو 8003 قرش
هديك 8 مليون بس رجع لي ابني، وبقول للنادي الاهلي زي ربنا ما خلقكم اخلقوا له ابني. ربنا يصبرك يا حاجه. اتعرف على حضرتك؟ والدة الشهيد عمر عمرو. يعني وجود حضرتك هنا النهارده يا فندم، واقفه النهارده بنرد على العامري فاروق وزير الشباب والرياضه اللي بيطالب بعوده الدوري وعوده النشاط. نقول له بيقول ان في دوله قانون، اين دوله؟ النهارده الاجتماع الجمعيه العموميه لمناقشه الميزانيه السنويه للنادي ولا لاستئناف الدوري؟ ما عنديش فكره صراحه اجتماع جمعيه ليه؟ المفروض تتعمل على كل شيء يخص النادي. احنا جايين واقفين النهارده او اي شيء برد على وزير الرياضه يعني اللي بيطالب بعوده النشاط، والنادي بيطالب بعوده النشاط. فلوس داخله وفلوس طالعه، هو ده اللي هم عايزينه. تعرف عليك يا حاج؟ والد الشهيد عمرو احمد محمد. وجودك وطلباتك النهارده امام النادي. اسقاط حسن حمدي. حسن حمدي هو المتهم الرئيسي في القضيه، لان هو كان عارف ان في خطر، كان مانع بناقص 3 نقط، ضيع 74 فرد. ال 74 شهيد دول مش هم اللي ماتوا بس، 74 اسره، كل اسره تتكون من كام؟ انا عن نفسي الحياه خلاص انتهت، انا ملياش هدف في الحياه، بمشي ماليش لازمه، ماشي سكران، لا في شغل ولا مشغله ولا بص لاي حاجه، ولا الفلوس لها معنى، ولا اي حاجه لا لقمه ولا اي حاجه لها معنى، خلاص الحياه انتهت. ايه اللي يشفي غليلك او يرجع لك حقك حاج؟ طبعا اجر على الله، هو ما حدش يقدر يرجع لي حق اللي عند ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا اللي عالم بيا، لان النار ما بتحسش الا اللي ماسكها، ما حدش حاسس بينا والله يا جماعه، احنا بنموت 120,000 مره في اليوم، احنا بالبيت بنقوم بيت نبكي ونقوم نبكي ونمشي نبكي، ما حدش حاسس بينا، هم ذكروا ان اللي مات مات خلاص، لا اللي مات ما ماتش، مات وانتهى، لكن اللي وراه بيموت كل دقيقه، والله ما حاسين، دي الفلوس دي الدنيا دي كلها ما تساويش بصه او داخله من عيل واحد ما فيش غيره وضاع مني، كان مال حياتي، كل الدنيا دي كلها ما تساويش نظره ليا او داخله عليا بيه، انا بقف ورا الباب الصبح عشان افتح له الباب، باجي صحي الصبح، باجي استنى اخر الله، مش عارف يا رب اعمل ايه، مش عارف. ربنا يصبرك يا حاج. يعني مشاهدينا النادي الاهلي عمل ايه؟ بيقول لك 100,000 تعالى خد مني يا مليون جنيه، هلمهولك، لو ما عنديش هلمهولك من الوعد والمنع هوديهولك، فلوس ايه يا ولاد الكلب؟ يعني مشاهدينا مشاعر الغضب والحزن تسيطر على اهالي الشهداء، ويقولون انهم لن يتركوا حقوقهم الا بالقصاص العادل الشافي من فعل هذه المذبحه. شكرا لكم وتابعونا.